طيب يا دكتور الدوالي ليها مراحل والّا هي once جات فهي دوالي بتبدأ كده وتنتهي كده، والّا هل في مراحل ومرحلة متقدمة ومرحلة متأخرة؟ الدوالي طبعًا أكيد ليها مراحل، وأكيد لمّا بتبدأ مش بتبدأ كلّها مرحلة واحدة، إمم. وأكيد بتبدأ بدرجات خفيفة، وكل ما بنهمل فيها وكل ما بيبقى التوعية عندنا أقل شوية، كل ما المرض بيتقدم يعني بيزيد. هي بتبدأ بمرحلة خفيفة خالص اسمها الvein dilatation، ودي معناها إن الوريد بيتمدد، ودي العيان ممكن ما يشوفش فيها حاجة لأن ما بيبقاش في حاجة ما ظاهرة بتبقاش في ظاهرة. الساقين، تمام. وممكن الدكتور ما يشوفش فيها برضو أي حاجة خالص. غالبا مش بنكتشفها إلا بالأشعة. وغالبا في المرحلة دي ممكن يبقى لسه البيشنت ما بدأش أو يشتكي؟ المريض ما بدأش يشتكي من أي حاجة. إمم. بندخل بعد كده على المرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة السبايدر فينز. سبايدر إمم. فينز اللي هي الدوالي العنكبوتية، ودي اللي المريض بيلاحظها ان الست او الراجل لما بيقف كتير بعد فترة يبدأ يبان عنده زي شعيرات صغيرة بتملى الرجلين سواء الساقين او الفخذين، فبيبدأ ياخد باله ان لا ده في منظر غريب بدأ يحصل، ده انا تقريبا عندي دوالي. وبتكون مصاحبة بألم أو بنغزة أو حاجة إن هو دي يبدأ. المرحلة اللي بعد كده، المرحلة آه. اللي بعد كده إن العيان بيبدأ يشتكي من pain يعني ألم، ممكن يشتكي من إديمة تورم في الرجلين، إمم. وخصوصا العيان يقول لك أنا رجلي بتورم في نهاية اليوم، يعني طول صح. اليوم بيشتغل واقف على رجله أو قاعد مدة طويلة، فبيجي في آخر اليوم يقول لك أنا بالليل رجلي بحس إنها مورمة. إمم. فدي حاجة تانية بيشتكي منها في المرحلة دي. حاجة تالتة بيشتكي بيها اللي هي الهيفنس سensation اللي هو إحساس تقيل. التقل، يقول لك أنا رجليا بتتقل عليا حاسس إنها تقيلة. برضو دي بتحصل في المرحلة اللي احنا فيها دي. ده غالبا بيحس بيه العيان في المرحلة دي، وبيحس بالحاجات دي دايما بعد وقفة طويلة أو بعد قعدة طويلة. مضبوط. بعد كده بندخل في مرحلة تانية اسمها الانكل تشينجز، ودي بتبدأ تظهر بعض التغيرات في منطقة الانكل جوينت، إمم. انه عند مفصل القدم من تحت بيبدأ يحصل فيه شوية اتشنج، يعني هرش وزي حساسية. العيان يقول لك رجلي بتاكلني، إمم. يبقى عايز يهرش فيها من ضغط الدم على الرجل طول اليوم نتيجة الوقفة الطويلة أو القعدة الطويلة، فبيبدأ يحصل إحساس الإتشنج ده أو إحساس الهوتنس، إن هو يقول لك أنا الحتة دي فيها سخونية مش طبيعية ما بتحصليش ما حصلتليش قبل كده. دي المرحلة اللي بعد كده. المرحلة اللي بعديها بيبدأ يحصل حاجة اسمها سكين تشينجز، اللي هي الجلد نفسه يبدأ يبدأ يتغير. يتغير. يبدأ يتغير يعني إيه؟ يبدأ يحصل فيه براونش بيجمنتيشن، يعني ابص العيان يقول لي ان السكين الجلد بتاعه بدأ يغمق، لونه بدأ يبقى بني غامق. المرحلة دي السكين فيها بيبقى harder and darker، يعني اغمق وانشف شويه من الطبيعي، دي يعني مرحلة الجلد بعد ما التهاب بيبقاش طويل طبيعي تقريبًا. بالظبط. بالضبط. دي مرحله بندخل فيها احنا كده بنعدي بالمراحل دي، مرحله متقدمه شويه. إمم. المرحلة اللي بعد كده بيدخل العيان في الألسريشن، اللي هي تقرحات اللي بتحصل في الساقين، ودي من المراحل النهائية أو الأخيرة اللي بتحصل في الدوالي. طبعا لو أهملناها من غير علاج ومن غير ما نحافظ بالضبط. على نفسنا هو ده بنوصل هدفنا. للمرحلة دي. هدفنا إن إحنا نوعّي الناس بالمراحل اللي في أكيد الأول طبعا. علشان نحاول نُقف عند المرحلة دي، أو حتى اللي ما عندوش يبدأ يمنع وما يوصلش أكيد للمراحل دي. طبعا. طيب يا دكتور في المراحل دي هل في مرحلة لو وقفنا عنها ممكن نرجع تاني zero stage، والّا إحنا بس بنعمل إن إحنا بنكتفي إن إحنا نُقف في المرحلة دي وما نزوّدهاش؟ إيه اللي بيحصل في العلاج؟ في معظم حالات الدوالي الدوالي ما بتبقاش ريفرسبل، يعني ما بقدرش ارجع العيان للزيرو بوينت إنك ان هو بنكنترول بقى الألم العيان يرجع مش مريض دوالي. إمم. لا، هو انا هدفي كله بان انا اوصل بالعيان ان انا اول ما اكتشف ان هو عنده دوالي ان انا اعالج الاعراض واوقفه عند الستيج اللي هو بالضبط. موجود فيها
بحيث ان الستيج بتاعتنا ما تتقدمش تتقدمش. لستيج اعلى من كده، وما يبداش يظهر عليا اعراض اكتر من الاعراض اللي موجوده عندي، والموضوع يبقى بالنسبه للعيان مريح وما يبقاش بيشتكي، وقف عند اللي انا فيه. نحسن الكواليتي اوف لايف بتاعته، وان هو يعرف اكيد يعيش حياته طبعا احسن، طبعا ونقف عند المرحله دي. طبعا.